السلام عليكم. اليوم جيت نطيب معكم واحد التاكوس يجي خفيف ويجي بنين خلاه غير بالدجاج والفرماج، يجي خفيف ويهبل الجو تاعو روعه روعه. في الوصفه هذه انا عندي برمه صغيره حطيت فيها اطره تاع ماء، حطيت فيها شويه زيت، ملح، فلفل كحل، وجبت هذاك الطرف تاعي تاع الكويس ولا ديروا صدر تاع الدجاج نورمال. انا درتو بالصدر جاني شويه شايح، بصح بالكويس جاني خفيف روعه. حطيت هذاك الكويس تاعي وحطيته على نار متوسطه نخليه يتغالى. غطيت بالغطاء كما تشوفوا، نخليه يتغالى هكا باه يطيب لي ليه هكا، نخليه يتغالى. وبعد ما يتغالى نحي هذاك الدجاج تاعي نخليه يبرد شويه ونقطعه. كما تشوفوا انا حطيته في المقله مقطع هكا طرفه صغار. كما تشوفوا بعد ما برد قطعته طابلي، قطعته هكا طرفه صغار، خليوه يبرد شويه وقطعوه طرفه صغار. لهنا الغاز تاعي او ناقص اقل من المتوسط شويه وماهوش ناقص خلا. وهذاك لاصوص اللي تغالى لي فيه الدجاج ما طيشتوش، ديت منه كاس حطيته فوق هذاك الدجاج. كما تشوفوا ما غطيتوش كامل، هكا جوست شويه برك الدجاج تاعي يبان كيما راه، ما تكتروش. الا شفتوا رواحكم تغطى لكم ياسر عاودوا نقصوا باللالوش شويه، ما تخليوش ياسر. وحطيت لهنا لا كريم ليكيد تاعي باه تخطر لي لاصوص، باسكو هكا نخلي فيه شويه صوص. حطيت هادوما لي كريم ليكيد تاعي في زوز، حطيت شويه من تاع الكو تاع الكرويير وشويه من الكو تاع الكوده، وحطيت شويه كركم. وهكا بقيت نحرك ونخليهم يتغلاو هكاك. لهنا عندي نص رونديل تاع كامونبير، يزيد فيه واحد البنه مش نورمال. الرونديل هذيك صغيره بركه تاع 16000 ولا 17000، ديت منها نص بركه قطعته هكا دي بتيتي وحطيته معاهم كيف كيف ونخليه يدوب ويحط ينصل هذيك البنه تاعو. وهكا بقيت نحرك اشاك فوا هكا بشويه ونخليه يتغلى حتى ينشف لي، ما نقويش الغاز بركه، خليه على نار فوق من القليله شويه شعره برك، ماهيش متوسطه وماهيش قليله خلا. ولهنا عندي شويه فرماج رابي، انا درت بريزيدون هذاك الرابي حطيته هكا باه يزيد فيه بنه برك، ما كترتش، حطيت غير شويه بركه. وبقيت نحرك كما تشوفوا حتى نخليها تنشف، ما تخليوش فيها لاصوص ياسر، هكا جوست شويه مع كي طفيو عليها تنشف شويه سي بون. باسكو ما يحتاج مايونيز، ما يحتاج والو، تحطوه به باللاصوص طول هكا كما هكا. بعد بقيت نحرك هكا حتى يختار وينشف شويه بلوتو. لهنا كما تشوفوا انا طفيت عليه واختار لي هكا شرب لي شويه. وعندي خبز التاكوس اللي كنت ديجا درت الفيديو تاعو قبل في التاكوس مكسيكان، وهذاك اللي طيبته وزيد درته اليوم مزروبه شويه. وصلني وقت الفطور ولازم لي نزرب، ما درتش الوصفه تاعو، ان شاء الله ندير لكم الوصفه تاعو سبيسيال تاع التاكوس باسكو ناجح 100% ويصلح يجي روعه. شوفوا كيفاه انا ما طيبتهمش مليح باسكو راح بعد نحطهم في قلت لكم ما طيبتهمش ياسر، جوست شيحت العجينه برك باسكو راح نحطهم بعد في البانينوز. شوفوا كيفاه تجي طريه، نطبقها ونحلها كيما نحب روعه. لهنا اني درت ديجا واحد حطيته في البانينوز نسيت باه نفلمي. لهنا كيما تشوفوا زيد عاود الثاني هكا نهزو به باللاصوص تاعو، ما نزيد نحط فرماج، ما نزيد نحط والو، كل شيء واجد فيه. هذيك بعد لاصوص مع الدجاج نحطها هكا كيما تشوفوا نحلها مليح. وتحبوا ديروهم، انا حبيت نديرهم كبار، درت 3 كبار وقسمتهم هكا على قدنا احنا في 6، الواحد بين زوج. انتم الا حبيتوا ديروهم ميني احسن، انا خفت يطولوا بيا ويوصلني الوقت وإبادرتهم كبار ليه بركه. انتم في العجينه ديروهم دي ميني احسن باه كل واحد يدي تاعو. شوفوا كيفاه يجي لهنا، ما يجيش خشين ياسر، ني فيه بطاطا ني فيه سلطه، ما فيه والو، يجي الجو تاعو يهبل. حطيته في البانينوز اللي كنت سخنتها ديجا. ولا ما عندكمش بانينوز ما تكسروش راسكم خلا، حطوا جوست المرا ولا مقله بركه عاديه، ما تدهنوها ما والو، وحطوها هكا لاباط هذيك تشيح تجي مقرمشه.
وسي بون. كيما تشوفوا هذا الاخر الثالث هكا نفس الشيء ونفس الطريقه. حطيت هذيك لاصوص تاعي باها بالدجاج هكا، نسويها على شكل مستطيل هكا. انا عولت نديرهم ديميني الحق، ومن بعد كي شفت الحال شويه فاتني ووصلني وقت الفطور يبا كبرت القرصه تاع العجينه وقلت نديرهم 3 ونقسمهم على 2 احسن. كيما تشوفوا هكا نطوي فاسيلمون ونحط في البانينوز. قلت لكم الا ما عندكمش بانينوز حطوا طول في مقله ولا في مرا، قللوا الغاز بركه، ما تخليوهش قوي ياسر باه ما يحرقش، ما يجيش محروق. وكما تشوفوا لهنا هكا بالزربة خطفت شوية وقت باه نصور. لهنا قصيته هكا كما تشوفوا طروفة طروفة، والله جاي شهي. وريحة الكامونبير وطعمة الكامونبير اقسم بالله غير تاكلوا 10 وما تشبعوش. يهبل يهبل. انا دايما نديرو ويعجبني خلا، ان شاء الله يعجبكم نتوما تاني وتجربوه. ما تبخلوش عليا بجيم وكومنتار وابونيو لي في القناة. وشكرا، ميرسي.